وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والنهاردة يوم مش عادي، النهاردة يوم في حياة أم مطحونة وعندها ولادها الاتنين بيمتحنوا. وبجد والله العظيم فعلا مش عايزة أقول لكم إني بعيش أصعب أيام حياتي، بس الحمد لله على النعم والحمد لله على كل حال. أصعب ما في الموضوع مش إن أنا عندي اتنين بيمتحنوا في البيت، لأ خالص. الأصعب إن كل واحد فيهم بينزل الامتحان في ميعاد وعنده دروس في ميعاد، وأنا حاسة إن أنا طول اليوم بجد باجري علشان ألحق اليوم. ربنا يعيننا يا رب جميعا ويعدي اليومين دول على خير، علشان غير الضغط اللي احنا فيه هو كمان ضغط الامتحانات اللي جاية مش طبيعية. يعني قعدوا يقولوا لا ركزوا على التقييمات والامتحانات هتيجي من التقييمات، وانا ابتديت احس ان الامتحانات دي جاية تشالنج لينا احنا، يعني جاية تقول لنا انسوا كل اللي انتوا بتذاكروه مع العيال، احنا جايين نتحداكم بامتحانات مشفتوهاش قبل كده. ايه يا جماعة يعني؟ امتحانات مش طبيعية بجد وأسئلة صعبة والعيال بتطلع منهارة من الامتحان، وربنا يعيننا والله بجد فعلا. ويا صباح الفل والنور والهنا والسرور على عيون حبايب قلبي، وحشتوني جدا جدا يا أحلى بنات في الدنيا كلها. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم كده وعلى احوالكم، اخباركم ايه؟ مطحونين زي كده في الامتحانات ولا انتوا لسه ما بدأتوش ولا خلصتوا؟ عشان انا عارفه ان في ناس خلاص هتاخد الاجازه النهارده، احنا خلاص هناخد الاجازه ان شاء الله يوم الاربع، وعندي هتخلص يوم الخميس، واخيرا بجد يعني اخيرا بقى نبقى خلصنا. قبل ما نبدأ الفيديو اللي طبعا مش محتاجة أقولك إن فيديو جامد جدا وغير أي فيديو، عايزاكي بقى تعملي لايك للفيديو ده. وبجد يا بنات انا فعلا محتاجة دعمكم ومحتاجة اللايك ده علشان اليوتيوب يقترح الفيديوهات، لاني فعلا بجد القناة الريتش بتاعها واقع جدا الفترة دي، ودي حاجة مزعلاني. رغم ان انا بحاول والله على قد ما اقدر ان انا مقصرش ودايما انزل فيديوهات، بس في المقابل هو الفيديوهات مش متشافة وكمان مفيش ريتش خالص في القناة. فممكن تساعدوني، يعني اللايك مش هيفرق معاكي بس اكيد هو هيفرق معايا جدا يعني. وكمان لو أول مرة بتشوفيني أتمنى تشتركي معايا في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك دايما إشعار بالفيديو أول ما أنزله. عشان عايزة أقول لكم والله في بنات كتير بتدخل تقولي يا سارة انتي فين مش بتنزلي فيديوهات، وأنا الحمد لله تقريبا بقالي فترة بنزل 3 فيديوهات كل أسبوع. فالفكرة إن هم مش مفعلين الجرس فمش بيجيلهم إشعار أصلا إن أنا نزلت فيديو، فأتأكدي إن انتي مفعلة الجرس علشان يوصلك إشعار بالفيديو على طول. وبما إننا اليومين دول في فترة ضغط، فالفترة دي يا بنات بتبقى محتاجة مننا ترتيب لأولوياتنا. لازم الفترة دي تبقي مركزة تماما في إن انتي تنجزي كل مهام بيتك وكل اللي وراكي في الوقت اللي ولادك مش موجودين فيه في البيت. فطبيعي وبديهي ان انا بقيت برتب اولوياتي، حتى لو الاولويات دي بتضايقني، حتى لو هي مختلفة عن طباعي، حتى لو انا مش متعودة اعمل كده. بس للأسف الفترة دي أنا مضطرة إن أنا أتماشى مع الوضع ده. فبقيت أول حاجة بعملها أول ما أفتح عيني الصبح إن أنا أقوم أشوف الغدا إيه النهاردة. وفي الغالب يعني لازم بختار غدا يكون فيه بروتين، يكون أكلة كويسة مشبعة بتدفي كده، علشان احنا أيام شتاء وأيام برد. عايز أقول لكم أنا بعمل لكم الفويس أوفر دلوقتي ومتلجة، الدنيا مبطلتش شتاء طول اليوم. فعايزين أكل كده يدفي وكمان أكل يشبع علشان ربنا يهديهم ويقعدوا يذاكروا، مش كل شوية يقولوا جعانين لا عايزين حاجة ماما هاتيلي حاجة كلها، لا احنا عايزين نديهم أكلة كده محترمة عشان يقعدوا بقى يشوفوا المذاكرة اللي وراهم. فبقيت بدور على أكلة يكونوا كمان بيحبوها، عشان أنا ما عنديش أدنى استعداد إن أنا
أفضل كل شوية لأ ما باحبش دي، لأ اعملي لي حاجة تانية، لأ أنا مش هاكل، لأ أنا مش عايزة أتحط دلوقتي خالص في الموقف ده. فبابقى مُجبرة الفترة دي إن أنا أمشي على مزاجهم هم، الأكل اللي هم بيحبوه. وباجهّز الأكل بتاعي وباسيبه على التسخين، حتى أوقات عايزة أقول لكم إن أنا قبل الضهر باكون مخلّصة الأكل، أوقات كمان بابقى عاملة حساب أكل اليومين، يعني باعمل مثلًا ممكن وأنا باعمل الغدا بتاع النهارده أزوّد ليوم تاني، لإن أنا اليومين دول ما عنديش رفاهية الوقت إن أنا أقعد براحتي، يعني في الأيام العادية لأ، أنا باقعد براحتي أفطر، أشرب قهوة، أتفرّج على حاجة باحبها، أقوم أشوف أنا عندي إيه، يا دوب ألِم البيت كده، بعدين أدخل بقى أشوف موضوع الغدا ده. فبابقى براحتي في الأيام العادية ما وراييش حاجة، عادي هيتسلوا، ياخدوا snack، يقعدوا شوية يستنوني لمّا أخلّص، مش مضغوطين في الوقت. الفترة دي لأ، إحنا مضغوطين فعلًا في الوقت، فبابقى عايزة أخلّص اللي ورايا كلّه في الوقت اللي هم في الدروس فيه أو في المدرسة. واللي ساعدني في ده يا بنات بجد هو اللي أنتم شايفينه قدّامكم ده. الbox ده أنا يعني قررت إن أنا هاعمل unboxing معاكم، لإن أنا كنت عملت فيديو وريتكم الأجندة دي فيديو، في أكتر من بنوتة طلبت إن أنا أعمل unboxing ليه يعني، لإن أنا قُلت لكم إن أنا من كتر ما حبيت موضوع التنظيم وإن أنا يبقى عندي الأجندة بتاعتي وإن أنا يعني باكتب بقى الحاجات بتاعتي دايمًا وباحب يبقى جنبي نوتة كده كاتبة فيها كل الحاجات بتاعتي، فقُلت لأ إحنا إيه، نجيب بقى مجموعة كلّها نفس الشكل، وقد إيه المجموعة دي بتشجّع بجد يا بنات، والله فعلًا بتشجّعِك إن أنتِ تكتبي، الكتابة دي لوحدها بتطلّع أي طاقة سلبية جواكِ. فكرة إن يبقى جنبِك الplanner اللي أنتِ بتكتبي فيه الحاجات اللي أنتِ كل يوم هتعمليها، أنا عايزة أقول لكم إن الplanner ده أنا باكتب فيه الغدا اللي هاعمله، الغسلة اللي عندي إمتى، مواعيد دروس البنات إمتى، الغدا هيبقى ميعاده إيه، نوع الغدا إيه، كل حاجة بجد بابقى كاتباها من بالليل علشان أنا ما عنديش وقت إن حاجة تُقع منّي، لأ أنا عايزة أبقى يعني عارفين عاملة control كده على كل حاجة في يومي، فقد إيه يعني الأجندة دي نفعتني جدًا. ده والله مش إعلان، أنا شارياها من فلوسي ودي يا بنات من page اسمها مفكرة، وأنا دخلت على الwebsite وطلبتها عادي جدًا، ودي أنا جايباها أصلًا من قبل 2026. هي موجودة وأنتِ ممكن تجيبي الأجندة لوحدها، يعني هُم كمان عندهم options إن أنتِ تختاري كل حاجة لوحدها، بس أنا كنت حابة أجيب الpackage عشان أنا كنت محتاجة الحاجات اللي جوّه الpackage. كمان يعني الرسمة اللي عليها دي أنا بُصّوا هو أكيد أنتم أخدتوا بالكم إن أنا قد إيه باحب أوي ألوان البنيات والكافيهات دي درجاتي القريبة جدًا لقلبي، فهي كمان الpackage بتاعها عجبني أوي والشتا وأنا باحب أجواء الشتا أكتر، فحبيت إنها تبقى عندي، وعايزة أقول لكم إنها يعني بجد نفعاني أنتِ مش متخيلة درجة إيه، كان بييجي معاها مقلمة كده باحط فيها الأقلام والحاجات الhighlighters والحاجات دي، دي أنا شارياها ما بتجيش معاها، بس أنا اشتريتها كده عشان أنا باحب بصراحة أدلّع الأجندة بتاعتي، فقُلت علشان أبقى أكتب بيهم كده وعارفين أدلّع الكلام كده وأنا كاتباه، بس لكن هي ما بتجيش معاها أصلًا يعني. لو أنتم بقى فاكرين كنت اتكلمت معاكم قبل كده يا بنات، وأنا عايزة بقى البنات الشاطرة اللي حافظة سارة ومتابعة سارة من زمان، أنا قُلت لكم يا بنات أساس الروتين الناجح حاجتين، في حاجتين هُم اللي بينجّحوا أي روتين، قبل ما تجرّي الفيديو وتسمعي أنا هاقول إيه، وقّفي الفيديو لو سمحتِ وانزلي اكتبي الحاجتين، واللي بجد هتكتب الحاجتين صح، أنا يعني هافرح جدًا، لإن هاحس قد إيه إن أنا كلامي مؤثّر وكلامي فعلًا فِرِق معاكم أو أنتم بتستفادوا من الكلام. أنا قُلت دايمًا إن أنا عندي حاجتين يا بنات دول أكتر حاجتين ساعدوني جدًا إن أنا الروتين يبقى عندي ناجح، واللي أنا متأكدة مليون المِيّة إن من غيرهم ما فيش روتين هينجح أصلًا. أول حاجة قُلت لكم الساعة اللي عندي كل يوم قبل ما بادخل أنام، أنتم متخيلين بقى لي حوالي 6 شهور النهارده مطبّقة العادة دي وملتزمة بيها، وياه على مش قادرة أقول لكم، هي فارقة في حياتي قد إيه، ومش قادرة أتخيّل أنا كنت عايشة من غيرها إزاي. قد إيه يا بنات النظام بيفرق معانا أوي، أوي وقت التنضيف، يعني أنتِ لو داخلة مكان مترتب أصلًا ومتنظم، مش هتضيّعي وقتِك في ترتيبه لسه، فدي ميزة حلوة أوي.
الحاجة اللي فرقت معايا إن أنا بقيت كل يوم عندي ساعة قبل ما أنام، منها ساعة إلا ربع أنا بالِف على البيت، وهابقى كدابة لو قُلت هي ساعة إلا ربع، أنا كانت ساعة إلا ربع، بس لمّا بقت خلاص lifestyle في حياتي وأنا متعودة أعملها، بجد هي فرقت معايا جدًا، وبقت ربع ساعة، تِلت ساعة بالكتير باكون لامة البيت كله. فبالِف على البيت يا بنات من أول مكان في البيت لآخر مكان، بالأوض بكل حاجة، أنا بارجّع كل حاجة مكانها بس، أي حاجة مش في مكانها أنا بارجّعها مكانها. وتاني حاجة باعملها إن أنا باقعد ربع ساعة كده بامسك الورقة بقى والبلانر بتاعتي أو المنظم أو النوتة بتاعتي أو أي كراسة عندِك وفضّي دماغِك فيها. أنتِ عندِك بكرة إيه، اكتبي كل حاجة، حتى الأكل اللي هتعمليه، حتى إن أنا هاطلّع لحمة قبل ما ولادي ينزلوا مثلًا الامتحان، هاشغّل الغسالة، أي حاجة أنتِ متخيلة أنا باتكلم في حاجات هايفة قد إيه، بس أنتم مش متخيلين أنا لمّا رتّبتها هي بقت بتفرق معايا وتنجز معايا في الوقت جدًا. فبقيت باكتب الحاجات دي يا بنات وأقوم بقى تاني يوم البيت أصلًا نضيف، ودي لوحدها كمية طاقة إيجابية فظيعة، أنتِ بتبدئي اليوم براحة نفسية بجد، وكمان أنتِ منظمة كل مهام اليوم اللي عندِك، فما عندكيش أي حاجة هتقع منِك في وسط اليوم. وتاني حاجة قُلت لكم عليها قبل كده ولو أخدتوا بالكم هتلاقوني أنا بدأت بيها الأول قبل ما نبدأ سلسلة تحدي ال30 يوم اللي قبل رمضان، يعني أنتم لو أخدتوا بالكم آخر فيديو نازل قبل فيديوهات التحدي دي هتلاقوها فيديوهات التخلُّص من الكراكيب، صح؟ لإن ما فيش أصلًا روتين هينجح معاكِ في البيت طول ما أنتِ بيتِك مليان كراكيب، عشان بس تبقي واخداها كده قاعدة في حياتِك. ما هو أنا علشان أدخل أنضّف مكان المكان ده فيه حاجات مش محطوطة في مكانها، فأنا عايزة أرجّعها مكانها، اللي أصلًا في حاجات تانية في المكان ده، فأنا باكركب على كركبة، فيبقى عمرها ما هتنضف. لكن لو أنا قُلت لِك امسكي كل مكان في بيتِك، لو كل يوم درج هاخلّي فيه الأساسيات بس، والحاجات اللي مش أساسية كلّها أنا هاتخلّص منها، وأخلّي الأماكن للحاجات الأساسية واللي أنا هابقى عارفة مكانها فين، فبديهي إن أنا كل حاجة مش في مكانها أنا هاعرف أرجّعها مكانها. لكن في فرق كبير أوي بين إن أنا قايمة في الساعة بتاعة بالليل دي بانضّف وأنا أصلًا عمّالة بارمّي الحاجة في أي درج، لإن الحاجة عندي أصلًا ما لهاش مكان، فأنتِ كده عمرِك ما هتبقي منظمة وعمر ما هينجح عندِك روتين عشان تبقي عارفة. فأساسي إن أنتِ تتخلّصي من الكراكيب بجد الخطوة دي قد إيه هتفرق معاكِ جدًا وهتريّحِك وهتنجّح لِك أي روتين في بيتِك. فلازم يا بنات تركّزوا على النقطتين دول جدًا لإنهم هم دول سر نجاح الروتين بجد من الآخر بقى، يعني خدي الخلاصة هم دول. النهارده أنا دلوقتي يا بنات في الأسبوع التاني وقُلت لكم أنتم مش لوحدكم، أنا شغّالة معاكم في الchallenge وكان عندي النهارده تنضيف السفرة، بس أنا بقى إيه، عملت حركة ذكية، يعني أنا الأسبوع اللي فات ده بدأت بالأسبوع التاني عشان هو بيبقى أتقل، اللي بيبقى مثلًا عندي فيه تنضيف الشباك، عندي فيه إن أنا بانضّف الستاير كده بالمكنسة. فبما إني كنت عارفة إن الأسبوع ده هابقى مضغوطة فيه عشان أسبوع الامتحانات، فأنا بدأت بالتقيل وخلّيت الأسبوع ده اللي هو يا دوب إن أنا هامسح أي سطح كده عليه تراب وإن أنا يا دوب هاكنس، وده اللي كان ورايا النهارده متخيلين؟ فهو ده اللي أنا عملته فعلًا، ومش عايزة أقول لكم أنا الموضوع كله ما خدش مني وقت أصلًا، وبعد ما خلّصته قررت إن أنا يعني خلاص إحنا في أيام امتحانات زي ما قُلت لكم، فأنا قررت إن أنا أسبق بخطوة وأطلع أذكى منهم وأحضّر الحاجة الحلوة كمان عشان وقت المذاكرة لمّا يقولوا لي: "يا ماما إحنا عايزين حاجة حلوة." ما أقومش لسه أعمل، لأ تبقى الحاجة عندي مجهزاها. يعني أنا يا بنات كنت مخلّصة الغدا ومخلّصة الحلو الاتنين قبل ما هُم أصلًا ييجوا من المدرسة، وده بجد فِرِق معايا لإن أنا بعد ما اتغدينا وقعدنا شوية كده وإحنا بنذاكر، دخلت جبت لهم الكيك وعملت لهم معاه كنت عاملة عصير برتقان كمان، يعني عايزة أقول لكم إن عصير البرتقان الكوباية دي أنا واخداها من عصير أنا عاملاه في البيت أصلًا. فبُصّوا يعني أنا عايزاكم تبقوا كده دايمًا، سابقين بخطوة كده وجاهزين. وتعالي بقى لمّا أقول لِك على أحلى كيك برتقان هتعمليه، أنتِ هتدمنيه ومش هتبطّلي تعمليه طول الشتا بجد. بُصّوا بقى يا بنات، أنا هنا حطيت 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وبعدين حطيت عليهم سُكّر كوباية إلّا شوية صغيرين مش إلّا ربع يعني سُكّر، وده بَشر برتقان، يعني أنا بشرت البرتقان الأول بعدين عصرته، وحطيت بقى يا بنات الجوكر في الوصفة دي، الفانيليا البرتقاني الجديدة الخطيرة دي يا بنات حطيت باكو وبجد هي فظيعة، فظيعة بجد.
بعد كده بعد ما ضربت يعني الخليط ده كويس كده كله مع بعض، حطيت بُصّوا أنا باحط يا بنات نفس مقدار السكر، هو نفس مقدار الزيت، هو نفس مقدار العصير البرتقان أو اللبن لو بتعملي كيكة عادية. عايزة أقول لِك بقى كمان لو أنتِ عندِك اللي هو التلج أو الفروتي اللي هو البرتقان ده، أنا برضه بازوّد بس أنا ما كانش عندي المرّة دي. بُصّوا يا بنات هو بيخلّي لونها وطعمها فظيع، فلو عندِك ابقي ضيفيه بيبقى خطير برضه. وبعدين ضربت كل الخليط مع بعضه، بازوّد بعد كده كوبايتين دقيق وبازوّد معاهم كيس كامل من الbaking powder وبجد تحفة، تحفة. أنا مش عايزة أقول لكم ريحتها مش بتبقى قلب البيت، لأ، لأ، دي ريحتها بتبقى عاملة قلبان في العمارة كلّها. بُصّوا، يعني جرّبوها وهتدعوا لي بجد سهلة وبسيطة وبتطلع ناجحة جدًا بجد، يعني زي كده فاكرين كيكة الكريم كراميل اللي كلّكم دخلتوا شكرتوني عليها؟ والله فعلًا دي برضه بتطلع خطيرة، بعد ما باحط كل الخليط ده باضربه مع بعضه، أنا يا بنات باضرب برضه الخليط كلّه من أوله لآخره في الكبة زي ما شفتوا كده، بس لمّا باجي أضرب الدقيق يعني باقلل خالص السرعة، يعني باخلّي السرعة بسيطة يعني بتاعة الخلاط. وبعدين طبعًا قبل ما نبدأ يعني معروف لازم الفرن يبقى شغال على درجة حرارة 180 قبل ما تبدئي في الكيك عمومًا يعني. وهنا كنت جِبت البايركس بتاعي أو الصينية أو اللي أنتِ يعني هتعملي فيه الكيك، وبدأت إن أنا حطيت طبقة زيت كده وعليها شوية دقيق، والخطوة دي أساسية، أنا ما باعملش كيك بجد من غير الخطوة دي. وبعدين هتحطي بقى السائل بتاعِك ده تحفة، والله يا بنات تحفة. عايزة أقول لكم بقى إن أنا هي اتلسعت مني سِنّة بُصّوا يعني إيه سِنّة واحدة، يعني بُصّوا شايفين؟ لأ يعني خلاص سِنّة، قُلنا سِنّة بقى. بس أنا طبعًا كأي أم مصرية مش هاستسلم للوضع ده، فنزّلتها من البايركس على ضهرها، وحطيت عليها برتقان، وعملت لها design خطير كده، ولا قولوا لي ده بُصّوا كأنكم شاريينها من برّه، عادي يا جماعة الأمهات بتتصرّف، عايزة أقول لكم طعمها كان تحفة ومش باين فيها أي حاجة، هي ما اتلسعتش، ده يا دوب كانت سِنّة يعني كده، خطيرة والله ما باتت يا بنات. وبس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، واستنوني في فيديو جديد، ومع السلامة.